ارجوكم حد يديني اي اكل، انا جعانه قوي. ارجوكم حد يساعدني، بطني بتتقطع، هموت من الجوع. ايه ده كمان الدنيا بتمطر؟ كل الناس موجودة في بيوتها الا انا عايشة في الشارع. الجو ساقع قوي. الجو تلج. انا متشكرة قوي، دي اول فلوس تجيلي النهاردة. ايه ده ايمن؟ ايه ده انتي؟ ماما بس يا بنت، دي كانت ماما خلاص، ملناش دعوة بيها دلوقتي. انا ما كنتش متوقع اشوفك في المنظر ده ابدا، بس ده اللي تستحقيه. انت لسه مش مسامحني؟ لا طبعا عمري ما هسامحك. انتي فاكرة انتي عملتي فينا ايه؟ ماما الحقيني يا ماما. ايه ده في ايه يا حبيبتي؟ ايه ده انتي سخنة جدا. الحقيني يا ماما بموت. احنا لازم نوديك المستشفى حالا، مش هينفع كده. استني اشوف في فلوس معانا قد ايه. يا نهار ابيض، احنا مش معانا اي فلوس. هتصرف ازاي دلوقتي؟ يا رب يا رب بنتي ما يحصلهاش حاجة، انا ماليش غيرها. الحقيني يا ماما. ما تقلقيش يا حبيبتي، اكيد باباكي جاي دلوقتي ومعاه فلوس. ايه ده في ايه؟ مالكم؟ انت كنت فين؟ اتأخرت قوي ليه كده؟ البنت تعبانة قوي، درجة حرارتها فوق ال40. احنا محتاجين فلوس عشان نروح المستشفى حالا. ايه ده بنتي حبيبتي؟ الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي، هتبقي كويسة. قول بسرعة، معاك فلوس ولا لا؟ احنا لازم نروح المستشفى. بصراحة مش معايا اي فلوس خالص. انت فعلا ملكش لازمة، بنتك بتموت ومش قادر تعمل لها اي حاجة. طب ما تطلبي من باباكي فلوس وبعديها هنرجعها له. بابا عمره ما هيديني فلوس. انت ناسي بابا كان معترض اصلا على الجوازة دي. يا ريتني سمعت كلامه وما اتجوزتك. بنتنا اهي تعبانة ومش عارفين نوديها المستشفى. على العموم انا كلمت بابا وجاي ياخدني دلوقتي، ومش هرجع اعيش معاك تاني. يمكن ده يخليك تتحمل المسؤولية وتساعد بنتك. اهو بابا جه اهو، انا سايبالك البيت وماشية. ارجوكي ما تسيبيناش، احنا مش هنعرف نعيش من غيرك. احنا كده كده مش عايشين اصلا. مش هتخرجي يعني مش هتخرجي. اوعى من قدامي. أوه. يلا يا بابا، كان عندك حق، ما كانش ينفع اتجوز الراجل ده. انا غلطانة، انا هرجع اعيش معاك على طول. الحقني يا بابا، انا بموت. ما تخافيش يا حبيبتي، انا هاخدك المستشفى حالا. انا تعبانة، ادوني اي علاج. طمني يا دكتور، بنتي عندها ايه؟ أنا آسف جدا، بنتك عندها مشكلة في القلب ولازم عملية في أقرب وقت. مشكلة في القلب؟ العملية هتتكلف كام؟ هتتكلف 200,000 جنيه. بس انا مش معايا فلوس، انا فقير زي ما انت شايف. بصراحة مش هقدر أساعدك في موضوع الفلوس، هنا مستشفى خاصة وبنتك لازم تعمل العملية في أسرع وقت. أنت لازم تتصرف. اتفضل التقرير ده معاك، أنا هحاول أديها أي دواء دلوقتي لحد ما أنت تتصرف في فلوس العملية. ايه يا بابا، انا هموت؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا هتصرف.
طمني يا دكتور، بنتي عاملة ايه بعد العلاج؟ انا اديت لها شويه ادويه هتريحها شويه، بس خليك فاكر بنتك لازم تعمل العمليه في خلال الاسبوع ده. ماشي حاضر، هحاول. هستأذنك هدخل اشوفها. عاملة ايه يا حبيبتي؟ انا بقيت كويسة يا بابا، انا عايزة ارجع البيت. حاضر يا حبيبتي، هنرجع البيت بس هنروح مشوار الاول. احنا فين يا بابا؟ هو احنا رجعنا البيت؟ لا يا حبيبتي، خليكي نايمة، هصحيكي لما نرجع. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ شوفي الورقة دي وانت تفهمي كل حاجة. ايه ده؟ بنتي عندها مرض في القلب؟ يا حبيبتي يا بنتي. بنتنا هتضيع مننا، والعملية بتاعتها هتكلف 200,000 جنيه وانا مش معايا اي فلوس. وانا برضو مش معايا اي فلوس. انت يا ولد بتعمل ايه هنا؟ امشي حالا يا اما هطلب لك البوليس. حاضر انا همشي. يلا يا بنت ادخلي قدامي وما تتكلميش مع الراجل ده تاني. ربنا يشفيك يا بنتي. الحقني يا بابا، انا تعبانة قوي. ايه ده؟ تاني؟ تعبتي تاني؟ ده احنا ملحقناش. ثواني يا حبيبتي اشوف مين اللي بيخبط. ايه ده؟ مفيش حد هنا. ايه الشنطة دي؟ ايه ده؟ كل دي فلوس ومين اللي سابها هنا؟ الحمد لله، دي فلوس كتير قوي هتكفي العملية. احمدك يا رب. طمني يا دكتور، ايه اخبار العملية؟ الحمد لله العمليه نجحت وبنتك بقت زي الفل، يومين بالظبط وهتخرج من المستشفى ان شاء الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا هدخل اشوف بنتي. عرفتي بقى اللي حصل لنا؟ لولا الفلوس اللي جات لنا كان زمان بنتك ماتت، وكان زماننا مش لاقيين اي اكل دلوقتي. طيب انت ما سألتش نفسك الفلوس دي جت منين؟ اكيد حد عارف مشكلتنا وحلها. انا هقولك مين اللي حلها. انا من ساعة ما سبتكم وانا كل يوم بعيط بسبب بنتي، لحد ما قررت لازم اعمل حاجة، مش هينفع اسيبها كده. وفي يوم بالليل قمت من على السرير ودخلت اوضة بابا، وفتحت الخزنة بتاعته وجبت لكم فلوس تقضي العملية وتقضي انكم تكونوا عايشين كويسين، واتحركت علشان اودلكم الفلوس، وسبت لكم الفلوس عند البيت ورجعت بيت بابا. والمفاجأة اني لقيته واقف مستنيني، وعرف اني خدت منه فلوس وطردني برا البيت. علشان كده زي ما انت شايف انا بقيت في الشارع. يا خبر ابيض، كل ده حصل لك؟ يا حبيبتي يا ماما، انا بحبك قوي. احنا لازم نرجع اسرة تاني، انتي مش هينفع تعيشي في الشارع كده. ايوه يا ماما، ارجوكي تعالي معانا. اخيرا الحمد لله هرجع لبيتي وبنتي الجميلة.